السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة فيديو جديد من قناة تركات في الأكلات. نعمل مع بعض طاجن المكرونة بالفراخ زي المحلات بالظبط، وإن شاء الله يعجبكم. شكله جميل وزي المحلات بالظبط وموفر جدا، وهيعجب أولادك، وحاجة نضيفة جدا في البيت. يلا جربوه معايا وقولوا لي رأيكم في الكومنتات ايه. يلا مع بعض نبدأ مقاديرنا ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. معايا المقدار طماطم مضروبة في الخلاط. طبعا بتحدد على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. ونص كيلو بانيه متقطع قطع مربعات، وبصل متقطع زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيرة، وفلفل الوان وفلفل اخضر وفلفل احمر شطة ده اختياري، وطبعا مكرونة قلم، والتوابل بصل بودر وتوم بودر وكمون وفلفل اسمر وكزبرة وملح. من كل حاجة نص معلقة. هنجيب حلة على النار، هضيف فيها الطماطم بتاعتي، وهضيف معلقة صلصة، وادي المعلقة التانية. وبعد كده هنحط التوابل بتاعتنا، ومعاها معلقة بابريكا، وهنقلب التوابل كويس. خطوة ان انا ارفع الطماطم على النار دي خطوة مهمة جدا. وهحط مع ربع معلقة سكر. وهنا هسيب الطماطم تغلي معايا، وهبدأ اعمل الشاورما الفراخ. وفي اني اضيف معلقتين زيت، وهحط فيهم الفراخ بتاعتي، وهضيف معاهم نفس التوابل: توم بودر، بصل بودر، ملح، فلفل اسمر، كزبرة وبابريكا وورق لوري وكبيبة صيني. وهضيف عليهم البصل، وهنقلب كده تمام. وهضيف عليهم الفلفل، فلفل احمر واخضر واصفر، ومعلقة الفلفل الشطة، وهنقلب كويس كده تمام. كده الصلصة غليت معايا، وكده خلاص الشاورما خلصت. جهزتها سهل جدا وما بياخدش وقت. طبعا الطواجن عندي جبتها مسحتها مسحة زيت بسيطة، وضفت جزء من الفراخ في قاع الطاجن. تمام كده. طبعا احنا بنجيبه من محلات بيكون فيه فراخ، قطع فراخ قليلة جدا وسعره غالي. فطبعا في البيت احنا بنعمله موفر جدا. طبعا الطاجن دوت بياخد معايا كيس مكرونة قلم، وهحط المكرونة نية مش هسلقها. طبعا برضو ظبطت الملح بتاع الصلصة بتاعتي، وهبتدي اضيف عليه على الطاجن بتاعتي الصلصة وهي سخنة. هوريكم مقدار الصلصة ازاي عشان ما يطلعش معجن ولا يطلع ناشف مش مستوي المكرونة. اهو بالشكل ده المقدار، كده كأنك بتعملي محشي بالظبط. يعني مقدار كده ما بتسقي المحشي بالشكل ده كده على اول صف من المكرونة. وهغطيه بالفويل وهدخله الفرن بتاعي. وده شكله بعد ما خرج بعد نص ساعة بالشكل ده. طبعا بتختبريه، بترفعي الفويل وتشوفي اذا كان المكرونة استوت او لا. وهقلبه في السيرفيس بتاعي. بصوا مش لازق ولا اي حاجة، ونازل زي بتاع محلات الكشري بالظبط. بيتضاف معاه بقى كاتشب، دقة كشري زي ما انت حابة، زي المحلات يعني. وده كانت وصفتنا النهاردة، سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت ومش مكلفة خالص. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لو أول مرة تشوفوني. طعمه رائع جدا جدا وهيعجبكم إن شاء الله.
جربوه بطريقتي، كل واحد وليه التكة بتاعته. ويا رب وصفتي تكون عجبتكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تركات في الأكل.